السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع بودكاست زينب. كلنا عرفنا ولا كنعرفو هداك الشخص اللي يا معاك في الدار، معاك في الخدمة، يا صاحبك. إن فوا كتلاقاه كتبدا تدوي معاه كتحس براسك تعصبتي تقلقتي. هاديك الطريقة اللي كيدوي بها، هادوك الكلمات اللي كيستعمل، بعض المرات ما فيهم لا سبان لا معيور، ولكن كتحس بحال شي سم تخليك الجسم ديالك، كتبقى تغلي غير بوحدك، ودوك الكلمات اللي قال كيبقاو يطلعوا وينزلوا، وبعض المرات كتبقى النهار كامل وانت معصب واخا تكون جاوبتيه ولا لا. المهم كيكون عصبك وفقسك. اجي ندويو شويه نحلوا هاد العقليه ديال المستفز، نشوفوا شكون هو المستفز، شنو دوافعه والاسباب اللي خلاتو غير غادي وكيفقس في عباد الله، كيفاش نحميو راسنا من التاثير ديالو وما يستنزفش الطاقه ديالنا. وحنا غاديين كنناقشوا، ضروري نشوفوا بعجاله شكون هو المستفز، هذا الشخص اللي جا عليه الاستفزاز، وعلاش كيطيح في الفخ ديال المستفز. اليوم خاصنا نفهموا اللعبة من الداخل. إلا فهمتي العقلية ما غاديش تبقى انت هو الوقود ديالها. غادي نحيدوا ليه الماسك والقناع ديالو اللي حاط، ونشوفوا شنو مخبي وراء هذا الكلام المستفز. نبداو على بركة الله، نشوفوا شكون هو المستفز من الناحية النفسية والسلوكية. سيتادير اشنو كيحس في الداخل ديالو، الداخل ديالو كيفاش داير، وكيفاش كيعبر عليه في الخارج كسلوكيات وأفعال. من الناحية النفسية، علم النفس قال على أن المستفز أولا يا كيكون عنده شعور بالنقص، بعدم التقدير، يعني كيحس في الداخل ديالو أنه ما عندوش قيمة، أو كيحس بفراغ داخلي، يعني كيحس براسو وحيد وأنه مقليل اللي كيفهمه. ثاني حاجة هي كيهرب من المشاعر الحقيقية ديالو، ما كيعرفش يواجه الغضب والألم ديالو، يعني il n'arrive pas à gérer ses émotions، فكيعبر عليهم بطرق غير صحية. ثالث حاجة كيستعمل الآخرين كمرآة، بمعنى يعني غير الوجود ديالك في حد ذاته كيعصبو. علاش؟ هدوءك، ثقتك في نفسك كيعكسوا ليه داك النقص اللي عنده، وهو عوض ما يحل هاد المشاعر في الداخل ديالو كيحاول انه يعصبك يفقسك باش يحس بالتحكم وبالراحة المؤقتة فقط. رابع حاجة كيتغذى على ردود الأفعال ديالك، يعني قد ما عصبك وفقسك وانت غضبتي وبديتي كتدافع على راسك كيحس براسو مؤثر، وهذا الشيء كيعطيه شعور بديك القوة الزائفة. إذا إلا جينا نشوفو هو من الجانب النفسي، المستفز كيتألم داخليا، يعني عنده واحد الألم كيعاني في الداخل ديالو، ولكن ما كيعرفش يعبر على هذا الألم بطرق صحية. فشنو كيدير؟ كيعبر على الألم ديالو من خلالك انت، باش يخفف الضغط اللي كيكون عايش فيه. غادي نشوفوه دابا من الناحية السلوكية. دونك عرفناه من الناحية النفسية بشنو كيحس في الداخل ديالو، بالفراغ النفسي، كيحس بالقيمة ديالو ناقصة، كيتغذى على ردود الأفعال ديالك. قد ما كانوا هاد ردود الأفعال ديالك فيهم غضب، فيهم تبرير، فيهم جدال، فيهم تنرفيتي بزاف، قد ما هو كيتغذى على هاد ردود الأفعال ديالك وكيحس بهذيك القوة الزائفة، كيحس بهذيك القيمة اللي كتولي عنده، القيمة المؤقتة. حنا دابا غادي نشوفوا السلوكيات والأفعال اللي كيدير هاد المستفز في الخارج، شنو هما لي زاكت اللي كيدير، شنو كيدير كونكريتمون. أول حاجة كيستعمل كلمات ولا شي موقف كان بينك وبينه ما كتبغيش مثلا تدوي فيه وهو اللي كيبقى يدوي فيه. علاش؟ باش ينرفيك، يعني فين ما يتلاقاك خاصو يشوف كيدير باش يعاود يجبد نفس الموضوع. هذه نقطة. ثاني نقطة كيضغط على النقاط الحساسة ديالك، يعني إلا كان مثلا كيعرفك مزيان ولا قريب ليك ولا هكا، كاع داكشي اللي عارفو عليك كيجبدو باش يخرج أسوأ ما كاين. المهم عنده هو هادوك ردود الأفعال ديالك، يعني الجواب ديالك. قد ما جوابك كان فيه عصبية، دافعتي على راسك، كان فيه داك الجدال الزايد، كانت فيه ديك الهضرة كثيرة، هو في هاد الحالة يا كيبدا يضحك، يا كيبدا يستخف، يا كيبدا يحتقر ردة الفعل ديالك، حيت تو سامبلومون هادشي كيعطيه ديك الراحة المؤقتة. غادي نشوفوا دابا شنو هي دوافع المستفز، علاش كيقلب فاش كيجي يستفزك، شنو باغي.
ألوغ المستفز ديما عنده احتياج لشي حاجة منك، غير هو ما عرفش يطلبها بطريقة واعية، فكياخدها بطريقة مؤذية ما واعياش. أول دافع كيكون عنده هو دافع الشعور بالقيمة، هو كيف قلنا في الداخل ديالو كيحس على أن قيمته مهزوزة أو ما عندوش قيمة عند الناس. فاشنو كيدير؟ كيحاول يقلل منك. فاش كينجح، يعني كينجح ياخد ردة الفعل ديالك، كيحس على أن قيمته ترفعات واحد شوية. بطريقة واحدة أخرى، فاش كيقلل منك المستفز فهم على أنه هو كيحس براسو قليل، قيمته قليلة، فكيحاول يستمد هاد القيمة من عندك بأنه ينقص منك. تاني دافع هو دافع السيطرة. مني كيخليك تكعى وتعصب كيحس أنه تحكم فيك، لحقاش مشاعرك ولات بين يديه، وهذا الشيء كيعطيه داك الشعور الزائف بالقوة. ثالث دافع هو دافع التفريغ العاطفي، كتكون عنده مشاعر مكبوتة ما تعالجاتش، يعني كيكون عنده واحد الألم ناتج على مشاعر دفينة، فكيبدا يفرغها عن طريق الاستفزاز. رابع دافع وهو دافع المقارنة. أحيانا غير الوجود ديالك في حد ذاته كيفكروا بداك الشي اللي ما عندوش، بداك الشي اللي كيتمنى يكونه. أحيانا غير كيفاش كتعيش وكيفاش كدوي وداك الهدوء ديالك كيحسوا داخليا بالألم وبالغيرة، فكيحاول يكسر هاد المرآة ديالك بالاستفزاز، لأن الوجود ديالك ولد عنده الضغط. الضغط كيقلب دائما كيفاش يخرج، وقلنا على أن المستفز ما عندوش أدوات وعي ولا تواصل صحي يقدر يخرج بها هذا الضغط، فكيخرج على شكل كلمات جارحة، سخرية، سواديزون باسم المزاح، يعني غير كنضحك معاك، أو تعاليق مستفزة. خامس دافع وهو الأخير لفت الانتباه. بالنسبة للمستفز حتى داك الانتباه السلبي، يعني أنك تدخل معاه في صداع ويجبد معاك المشاكل ويدخل معاك في جدال، عنده أحسن من أنه يحس هذاك الشعور بالتجاهل، وعنده أحسن من أنه يحس بالفراغ، فكيستفزك باش يبان ويقول أنا هنا إذا أنا موجود. إذا احتياجات المستفز كيلبيهم بهاد السلوكيات، لأنه عوض ما يشوف المشكل من الداخل ديالو يحاول يجلس مع نفسه، يحاول يشوف المشاعر ديالو، يحاول يعالجها. دونك كيكونوا عنده سلوكيات الاستفزاز. هاد السلوكيات كيبقى يعاودهم ويكررهم مادام أسلوب الاستفزاز بالنسبة ليه سامارش، مادام كل مرة كينجح أنه يعصبك، يفقسك، يخرج الغضب ديالك، أنك تدافع على نفسك، تبرر. المستفز هنا كيوصلوا الإحساس ديال أنا موجود، أنا مؤثر، فكيعاود نفس السلوك. الخلاصة أن دوافع المستفز ماشي كراهية ليك، بقدر ما هي احتياج. هو ما عرفش يعبر على الألم ديالو، فكيخليك انت تحس بيه في بلاصتو. عنده فكرة واحدة، كيقول راحتي النفسية كتعتمد على ردة فعل الآخرين، هو ما كيحسش بالهدوء والسكينة من نفسه، كيحتاج يشوفك انت كاعي غضبان معصب، عاد كيحس انه ارتاح. ديما عنده دوك الأسئلة في الداخل ديالو: علاش هو مرتاح انا لا؟ علاش واثق في نفسه انا لا؟ كيفاش ندير نزلو المستويا؟ ما كيقولهاش بصوت عالي اكيد، ولكن هادو هما الافكار اللي في عقله طول الطون. ندوزو نشوفو كيفاش نتغلبو على المستفز. قبل ما نشوفو الخطوات اللي خاصنا نخدمو عليهم مزيان باش نتغلبو على المستفز، خاصنا أول حاجة نحفظو ونفهمو القاعدة الأساسية اللي كتقول: المستفز كيعيش على ردة الفعل ديالك، حيد ليه ردة الفعل ديالك حيدتي ليه القوة. دونك الخطوة الأولى: حبس ردة الفعل. أصعب خطوة وأهم خطوة هي هذه. منين يستفزك ما تغوتش، حافظ على الهدوء ديالك، ما تبررش بزاف، ما تدخلش معاه في جدال طويل، حيت أي عصبية، دفاع، غضب هي بحال عطيتيه باش يتغدى. الصمت هنا ماشي ضعف، الصمت هنا تحكم. الخطوة الثانية: فهم اللعبة. وهنا كندويو على الوعي. خاصك تكون واعي أن المستفز ما جايش يفهمك، ما جايش يتناقش معك، ما جايش يلقى معك الحلول، جاي فقط يخرج ردة الفعل منك ويشوفك كتأثر. منين غادي تفهم هاد الشي غادي تبدل طريقة التعامل ديالك معاه، وأكيد غادي تبدل قواعد اللعبة. الخطوة الثالثة: رد بارد أو لا رد. إلا اضطريتي تجاوب جاوب، ممكن سمعتك، هذا رأيك، بلا سخرية بلا عصبية،
بلا قوة الهضرة. البرود العاطفي كيهرس أقوى مستفز. الخطوة الرابعة: حط حدود واضحة. إلا تكرر هذا السلوك قول بهدوء: ما غنقبلش هذا الأسلوب، خلينا نهضروا باحترام. ملي كتفرض الحدود ديالك بهدوء كتوصل ليه رسالة مفادها أنه لا فائدة من التكرار معك، لحقاش وعيتي وفهمتي على أنه ما غاديش طيح ليه في الفخ، ألوغ غادي يمشي يقلب على فريسة واحدة أخرى. الخطوة الخامسة: ما تاخدش الأمور بشكل شخصي. ديما تفكر هاد الهضرة اللي كيقول المستفز جاية من ألم داخلي عنده وماشي أنا هو المقصود. المستفز داوي على راسه حتى لو أنه كان كيدوي عليك. الخطوة السادسة وهي الأخيرة: حتى أنت أيها المستفز خاصك تخدم على راسك، حيت إلا المستفز لقى شي جرح مفتوح، لقى شي ألم داخلي عندك ما خدامش عليه، هنا كيفرح حيت لقى الطعم، لقى النزيف فين كاين. خاصك تفهم مشاعرك، تعالج نقاط الضعف ديالك، تقوي نفسك من الداخل. هنا كتولي محصن وما كيقدر لا المستفز لا أي شخص آخر يأثر فيك أو يأثر عليك أو تكون عنده إمكانية الضغط على زر الألم اللي عندك. القاعدة اللي تركز عليها: لا يوجد مستفز بدون مستفز. خلاصة: التغلب على المستفز ما كيعنيش نربحو في الهضرة، كيعني ما نعطيوهش شنو باغي وهي ردة الفعل ديالنا. وفي الأخير رسالة للمستفز: الاستفزاز ماشي قوة ولا ذكاء، ولكن علامة على غضب ونقص داخلي ما تعالش. قبل ما تقلب على ردة فعل من الآخرين توقف، واجه نفسك، فهم مشاعرك، تعلم تعبر عليها بلا أذى وضرر للآخرين. السلام الداخلي كيبدا من الداخل ماشي من السيطرة على الآخرين. ورسالتي ليك أيها المستفز: أنت ماشي مسؤول على ألم الآخرين ولكن مسؤول على ردة فعلك. مني غادي تتحكم في مشاعرك وما تعطيش للمستفز ردة فعل، هذيك هي القوة. لأن عدم التفاعل الواعي ماشي ضعف ولكن نضج وحماية للنفس. في النهاية القوة الحقيقية ماشي في الاستفزاز ولا في الانفجار، بل في الوعي وضبط النفس ومواجهة الداخل قبل أي مواجهة مع الآخرين. دمتم هادئين متزنين رغم الاستفزاز، أقوياء من الداخل قبل الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.